السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوناش من لي لايك كومونتير زوين وتبارطاجيو لاشين فضلا ليس امرا بطبيعه الحال. الا كيعجبكم لي فيديو كما كنقول لكم ديما كيعجبكم الفيديو اللي كنحط، وما تنساوناش تدعموني وتبارطاجيو القناه مع الحباب والصحاب ديالكم. واليوم كما كتشوفوا عندنا واحد املو اللي كيجي في الدار، يعني صنع ديال الدار، وكيجي غزال بواحد لوغو اللي هو زوين، واحد المذاق اللي هو زوين بزاف بزاف. وخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير، هنا عندي كيلو ديال الكاوكاو من بعد ما حمرته، يعني كاوكاو داك الرقيق. غادي نحمروه صافي، وغادي نطحنوه مزيان. الا عندكم طحانه كطحن مزيان طحنوه، ما عندكمش ديروها، يعني تقدروا تطحنوها برا، ما كاين حتى من مشكل. تعلقوه مزيان يتطحن بوحدو. هنا تقريبا الكميه اللي درت كيلو ديال الكاوكاو البنات، وغنزيد عليه شويه ديال الملحه صافي. غندير دابا غادي نطحنو في مولينكس، يعني غادي ندير واحد نص الكميه لانه شويه كتير. غندير نص كميه كما كتشوفوا. هانتوما صراحه كيجي غزال وبنين. صافي من بعد غادي نزيد واحد نص كاس ديال الجنجلان اللي حتى هو محمر ومطحون مزيان، واحد المعلقه ديال النافع حتى هو كيجي كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين زوين بزاف. هانتوما هنا راه مخلطه النافع والجنجلان صافي. غادي نزيد غندير واحد النص هنا مع هذا الخليط، وغنزيد تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. المهم نتوما غادي تشوفوا الخليط، غادي تزيدوا الزيت وانتم كطحنوا، غادي تشوفوا واش يعني واش باقي قاصح ولا جاري. نتوما شوفوا اعملوا كما بغيتوا شويه قاصح ولا جاري. صافي البنات، المهم غادي ندير هنا الزيت كما كتشوفوا. عندي تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت على حسب الكميه اللي درت صافي. وغادي نطحنها. ها انتم البنات راه هي كتطحن صافي. من بعد غنزيد الكميه الثانيه حتى هي نفس الطريقه، عاد غادي نزيد العسل صافي. عندي هنا تقريبا واحد المهم العسل على حسب نتوما اشنو بغيتو. العسل بغيتو يكون املو حلو ولا مسوس اللي بغيتو البنات. تقدروا ديروا حتى زيت العود. انا غادي نزيد زيت العود في الاخر، ولكن شت ما شداتش ليا ما بانتش. قلت لكم البنات ما بانتش ليا اللقطه ديال زيت العود. المهم ها نتوما غادي نستمروا في الخلاط مزيان حتى نخلط كلشي بجوج في دقه واحده. من بعد غادي نزيد العسل كما قلت لكم، العسل على حسب الذوق ديالكم، بغيتو حلو بزاف بغيتو مسوس اللي بغيتو. ها نتوما البنات انا غادي نزيدو صافي تقريبا واحد غادي نزيد نص كاس لان مازال باقي ليا الكميه الاخرى حتى هي صافي. وكنعاود كنزيد الزيت. هانتوما البنات الا خاصكم الزيت زيدوه. هذا درت الروميه، زيت الروميه غادي تشدوها تطبخوها بحال كما كنديروا البنات السلو. غادي تطبخوها هو الاول تخليوها حتى تبرد، من بعدها تستعملوها. ولا عندكم زيت العود يعني غادي تستعملوه النيشان صافي. كما كتشوفوا هنا راه تخلط ليا بجوج، خلطتهم وزدت واحد 4 كاس تقريبا ديال زيت العود حتى هو، ولا نص كاس، وقيلا نص كاس اللي زدت صافي يا البنات. وهنا صافي راه املو واجد لينا. شوفوا الكميه اللي كيخرج تقريبا كيلو ديال الكاوكاو. شوفوا شحال خرجت ليا، وكيجي ديال الدار وكيجي زوين. شوفوا نتوما الخطوريه غادي تشوفوا نتوما شحال كي بغيتوا الخطوريه على حسابكم نتوما. الا بغيتو شويه مازال يكون خاتر ولا يكون هكا جاري كتزيدوا الزيت ماشي مشكل. زيت العود قلنا راه ما كيتطبخش، الزيت العادي اللي كيتطبخ عاد كنستعملوه. تقدروا ديروا زيت ارغان اللي عندكم اللي بغيتو، تقدروا ديروا غير زيت العود بوحدها حتى هو كيجي زوين. بصراحه كيجي عاطي واحد المذاق ديال داك الزنجلان ولا زيت العود والنافع، كتجي زوينه بزاف. واحد المذاق اللي كيجي غزال 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 بزاف. غير جربوه كما قلت لكم البنات، غير جربوه على ضمانتي صراحه كيجي زوين وساهل ماهل. صافي كما كتشوفوا نتوما دابا راه موجود ما شاء الله، جا غزال غزال بزاف والمذاق روعه. وصافي هنا البنات بغيت نشارك معكم واحد الكيكه درتها حتى هي الكوتي كما كتشوفوا. درتها على هذا الشكل، دايره فيها غير 2 بيضات البنات كما كتشوفوا. راه هذاك عاملو كما شفتوا راه واجد صافي. وهنايا درت الشوكولات مع شويه ديال الدانون خلطته صافي. وغادي نديرو هنا فوق الكيكه ديالها نتوما البنات. صراحه جات زوينه بزاف صافي. غادي نديرها فوق كما كتشوفوا.
نديرها هنايا فوق الكيكه ديالنا. وصراحه نتوما ذوقوا باش ما بغيتو، ماشي مشكل. باش انا صراحه كتعجبني ديال الشكلاط، من عشاق الشوكولا كيعجبني الشوكولا نديرها صافي. وغادي نزوقها غير هكا شويه ديال الكوك شويه. المهم عندي مخلط الكوك، عندي اللوز ايفيلي، عندي فيرميسيل مهم، وشويه ديال الشوكولاته نديرهم من الفوق صافي. المهم غير بغيت نشارك معكم الكوتي اللي درت وصافي البنات كما كتشوفوا. صراحه حتى هي جات غزاله، جات مفششه. غادي تشوفوها نقطعها لكم وغتشوفوها كي جات. وانتم خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو ونتمنى يعجبكم. صافي البنات، هنا من بعد ما درنا الشكلاط كما قلت لكم هذاك الطبسي مخلطه فيه شويه ديال اللوز، شويه د الفرميساج، شويه الكوك صافي. غادي نزينها بحال هكا وغنزيد شويه ديال الشكلاط غنحكو عليها من الفوق صافي. وها هي موجوده كما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم. بالنسبه للمذاق غزال، فيها المذاق حتى هو، وكتجي مفشفشه غزاله، ما كتجي لا معجنه لا والو. هانتوما غادي نقطعها لكم وتشوفوا هنا الشكل ديالها النهائي كما كيبان لكم. من بعد ما بردت ليا خليتها واحد شويه اللي بردت فيه صافي. هنا غادي نقطعها، غادي تشوفوا كيفاش. صراحه غزاله بزاف، نتمنى تعجبكم. وما تبخلوش علينا بلي لايك كومونتير زوين وتبارطاجيو لاشين فضلا ليس امرا. والى فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.